انت اتجننت يا واد انت، ده انا امك. قال لي ايوه، بس انا مش عارف ايه اللي بيخليني اعمل كده. قلت له طب قوم اطلع برا الاوضه. قال لي لا. قلت له لا، يعني ايه لا؟ انت كده بتعمل حاجه غلط، واحنا الاتنين هنتحاسب عليها. ده غلط وحرام وما ينفعش. قال لي اعمل ايه طيب؟ صدقيني مش بايدي، انت السبب. انت اللي حلوه بزياده، وانت اللي خليتيني كمان اعمل كل ده. قلت له انا اللي خليتك تعمل كده؟ قال لي ايوه، انت السبب، وانت اللي مخلياني مش عارف اتحكم في نفسي. كلامه خلاني دخت، وحسيت الدنيا بتلف بيا. ما هو مش معقول اكون انا بعمل كل ده. لكن لكن اللي حصل لي محدش ابدا يصدقه. اللي حصل لي كان كتير، وانا اللي عملت كل ده. ايوه، انا اللي كنت بوضب لكل ده من زمان، واديني اهو بقيت السبب ان تحصل كارثة كبيرة. لكن معرفتش معرفتش غير بعد فوات الاوان ان كل اللي انا بعمله ده غلط، وانا اللي هتحاسب، وانا اللي هشيل الليلة كلها. انتوا طبعا مش فاهمين اي حاجة. انا هقول لكم الموضوع من اوله لحد الوقت اللي انا بحكي لكم فيه ده دلوقتي. انا سهام، عندي دلوقتي 49 سنة. بصراحة طول عمري ست حلوة وجميلة. حتى من وانا في بيت ابويا كنت بنت زي القمر. عارفين المثل اللي بيقوله من كتر عرسانها بارد؟ اهو المثل ده ينطبق عليا. كنت كل شوية، كل ما يتقدم لي عريس، اطلع فيه اي عيب عشان اسيبه ويتقدم لي الاحسن. كنت فرحانة ان ده بيتقدم لي وده بيتقدم لي، وده عايزني وده هيموت علشان اتجوزه. لحد ما ابتدت سنة ورا سنة تعدي، والعمر بيجري، لحد ما كبرت في سن الجواز، والعرسان قلت قوي، وفين وفين اما كان بيجيلي عريس. لكن المرة دي ما كانش بيجيلي عرسان من اللي ما بتترفتش. لا، عرسان ما كانش ينفع حتى اني اوافق او حتى افكر في الموضوع. لحد ما عدت بيا السنين كبرت في سن الجواز. اخواتي كلهم اتجوزوا، وبعدين ابويا مات، وبعديها بسنتين امي حصلته، وفضلت انا قاعده في البيت لوحدي. منين بقى ما اخواتي يجوا بعيالهم، وانا افضل اقعد اخدمهم وراعي مصالحهم وكل الحاجات دي، وانا مش عارفه ايه اخرتها، ولا هفضل كده لحد امتى؟ لحد ما واحده جارتنا قالت لي يا بنتي ما ينفعش تقعدي كل ده. خلاص بقى، اي حد يتقدم لك وافقي عليه، حتى لو كان متجوز ولا عنده عيال. كلامها كان بيضايقني، بس ما هي برضه معاها حق. لحد ما فعلا في يوم اتقدمني واحد أكبر مني بكتير، فرق بيني وبينه يجي أكتر من 35 سنة. وافقت، وبالرغم إن عنده ولد برضه وافقت. كان شاب. قلت مش مشكلة، عادي، ايه المشكلة يعني؟ المهم إن أتجوز ويبقى لي بيت، وراجل يحميني أروح واجي على حسه. واتجوزت، ويا دوب يا دوب ما كملتش حاجة، وبعد 3 سنين جوزي تعب شديد جدا، وبعدين مات. كنت مش عارفة أعمل إيه، لكن قلت لنفسي هأديني قاعدة في بيته وشقة أبويا وأمي مقفولة. هقعد هنا، أنا ليا ميراث وليا حق في بيته، أنا وابنه. وفعلا كنا قاعدين مع بعض. وأي نعم أنا كنت كبرت في السن، لكن كنت لسه حلوة زي ما أنا. وأنا من طبعي أحب أوي أوي أهتم بنفسي وبجمالي وبكل حاجة فيا. وفعلا يعني كنت يعني من وقت للتاني أحب أروح للكوافير، أظبط شعري، أغير لونه، أو أعمل أي حاجة جديدة، أو حتى أجيب فساتين جديدة. وهدوم البيت كنت بقعد بيها براحتي،
وأقعد باللي يعجبني. وكنت بقول ابنه، يعني لو كنت اتجوزت من زمان كنت خلفت قده، لكن ما كنتش عارفة اللي ممكن يحصل لي بسببه. وفي يوم من الأيام وأنا بنظف البيت وبعمل شغل البيت كالعادة، لقيت ابنه طلع من أوضته وقعد برا في الصالة. قلت له ايه ده؟ انت مش هتنزل شغلك؟ قال لي لا. لا يا مرات ابويا، انا قاعد النهارده في البيت. استغربت ابي، اصل هو طول عمره بيقول لي يا ماما، من ساعة ما اتجوزت ابوه بيقول لي يا ماما، اشمعنى دلوقتي بيقول لي يا مرات ابويا؟ استغربت، لكن بصراحة ما عتبتهوش، وابتديت اكمل شغل البيت وانا زي ما انا بهدومي وزي ما انا متعودة اقعد. لكن بالنسبة له ما كانش كده ابدا، كان عمال يبص على شكلي وزي ما يكون أول مرة يشوف حاجة زي كده. كنت مستغربة من بصاته، لكن ما كنتش بقوله انت بتعمل ايه. وبعد ما خلصت شغل البيت دخلت اخد دش، وحسيت ان في حد ورا الباب، حسيت ان في حد بيبص عليا، وقعدت اقول لنفسي يا ترى هو اللي بيعمل كده؟ لكن لا، اكيد يعني ده شوية هوا هما اللي عملوا كده سدس الباب. وفضلت اكدب نفسي، اصلي مش معقول يعني. وبعد كده طلعت من الحمام على اوضتي عشان اغير هدومي، ولسه بقوم انا دخلت وما خدتش بالي ان هو ممكن يكون في الاوضه. قعدت على السرير وغيرت هدومي، ولسه بقوم وببص ورايا ناحيه باب الاوضه، لقيته واقف ورا الباب. وقلت له ايه ده؟ انت واقف من امتى؟ قال لي من بدري قوي يا مرات ابويا. قلت له وايه اللي دخلك اوضتي؟ قال لي عادي، هو يعني حرام ادخل اوضتك؟ قلت له لا، بس انا لسه خارجه من الحمام. هو انت شفتني وانا بغير هدومي؟ لقيته بيضحك وبيقول لي ايوه، وفيها ايه؟ هو انا غريبه عنك؟ قلت له انت اكيد اتجننت، انت عايز ايه بالظبط؟ وبعدين تعالى هنا وقول لي ايه حكايه مرات ابويا اللي انت طالع لي فيها دي؟ قال لي اعمل ايه؟ ما انت صغيره قوي على انك تبقي امي. قلت له انت عايز ايه بالظبط؟ قال لي انت عارفه كويس، واظن باين عليا. شوفي كده، بصي كده، شوفي عملتي فيا ايه، شوفي الدنيا وقفت كلها ازاي. ولسه ببص بعيني اتخضيت من اللي شفته. قلت له ينيلك، ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ قال لي مش انا، ده انتي. قلت له انا؟ قال لي ايوه، انتي السبب. وما كنتش عارفه اقول له ايه، لقيت نفسي متلخبطه ومش عارفه بقول ايه ولا بعمل ايه. قلت له لا بقى، ده انت كده اتجننت واتجننت رسمي كمان. انا لا يمكن اصدق ان انت تعمل كده. ولقيته ابتدى يقرب ويقول لي انا دلوقتي اقدر اطلب كل اللي انا عايزه في قلب. خلاص، خلاص، اللي كان بيني وبينك راح، ودلوقتي انتي قدام عينيا، وما شفتش لحلاوتك ولا سرق معايا سنك. قلت له حرام عليك، الكلام اللي انت بتقوله ده انا مش قده، انا مش عايزه اتعص. وهو ما سكتش، زي ما يكون جه على نقطة ضعفي، وابتدى يزيد ويعيد في الكلام اللي ما ينفعش يقوله أبدا. وأنا في الوقت ده رحت رحت في دنيا غير الدنيا، وطبعا هو ما صدق، وكان ده الوقت المناسب ليه. وساعتها حصلت بيني وبينه علاقة، لكن كنت أول مرة أحس إن أنا عمري ما اتجوزت، وإن ده فعلا الجواز. وبعد ما الموضوع خلص لقيته بيقول لي إحنا نفضل كده مع بعض، عمر ما حد أبدا هيشك في حاجة. وفعلا سمعت كلامه وفضلنا. المشكلة إن هو دلوقتي بيقولي قال إيه، إنه عايز يخطب ويتجوز ويفتح بيت، وأنا مش عارفة أعمل إيه. أنا تعلقت بيه، وفي نفس الوقت مش عارفة أقوله لأ، اوعى تعمل كده. بقيت أخاف من الناس ومن كلام الناس، يا ترى ممكن يعمل فيا إيه؟ علشان كده قلتلكوا
تعبت من التفكير، مش عارفة أعمل إيه ولا أتصرف إزاي، وعلشان كده جيتلكوا وحكيت لكم مشكلتي، وانتوا بقى تقولولي أعمل إيه وأتصرف إزاي، وأنا هستنى كل التعليقات بتاعتكم وأقراها كويس.